لأنه السكوت عن هيدي الجريمة جريمة أكبر، ما لازم نسكت. رجب شعبان كنجو الطفل اللي ما طبع عمر السنتين واللي تم اغتصابه امبارح ورميه من على شرفة المنزل بقضاء صغرتا، تبين حسب المعلومات الصادمة الصادرة عن التحقيق انه رجب تعرض لأكثر من مرة، لعدة مرات للاغتصاب، لدرجة انه اعضاءه التناسلية دمرت بالكامل بسبب تعرضه لعدد هائل من عمليات الاغتصاب ومن نفس الشخص. رجب كان عم بيموت على البطيء حسب تقرير الطب الشرعي، يعني الرصاصة الأخيرة القاتلة كانت برميه من شرفة المنزل، لكن لو ما رمي من شرفة المنزل كان رح يواجه الموت، لأنه يوميا كان عم بيعاني من آلام جسدية ومضاعفات نتيجة اغتصابات مستمرة. عليكم بقى أنه تتوقعوا مخاوفه وردود أفعاله والحالة النفسية السيئة اللي تعرض لها، لدرجة أنه بآخر الأيام اللي مر فيها بطل قادر يبكي. نحن منقول ما بقى في دموع، لا، لأنه الحزن اللي بداخله وعدم قدرته على التعبير والصدمة الكبيرة اللي عم يتعرض لها بهيدا السن خلته ينهار بشكل كامل قبل ما يكون شخصيته. انهار هذا الطفل وقتل عدة مرات، ومن من أقرب الناس. ليه؟ لأنه على كل هذه العمليات أو أمام كل عمليات الاغتصاب اللي صارت كان في أكثر من شاهد عيان. وتخيلوا أنه البي رافض يقدم شكوى لهلأ، كان رافض امبارح وبعده لهلأ حسب المعلومات الصادرة عن التحقيق. والمعلومات الأخرى غير المؤكدة تقول أنه الوالد يعاني كمان من اضطرابات ومن مشاكل، لكن من غير المؤكد إذا كان هو أو مين اللي فاعل هذه الجريمة، لأنه ضمن الموقوفين في البي، في الأم، وفي شخص ثالث اللي هو العم. وواحد منهم، اسمعوني كتير منيح، واحد منهم حسب المعلومات اللي نقلها لبنان ديبيت هو المسؤول عن اغتصاب وقتل هذا الطفل، والاثنان الآخران هن يبدو الشاهدان الصامتان على هذه الجريمة القذرة. تخيلوا البي والأم والعم، إذا كان العم البي والأم ساكتين، إذا كان البي الأم والعم ساكتين، بكل الفرضيات القائمة ما ممكن تتوقعوا قديه هيدا المشهد أليم، وقديه سكوت الأهل عن هيدا الجريمة مؤلم أكثر. والأصعب معاناة هيدا الطفل لمدة أسابيع وهو عم يتعرض للاغتصاب بشكل مستمر، لدرجة أنه ما بقى في عنده جسده دمر، داخله دمر، وبالوقت اللي كان لازم يركض فيه لعند أمه وبيه لياخد طاقة حنان وطاقة دعم ليوقفوا بوجه المجرم، تبين أنهم ساكتين ومشاركين. يبدو ننتظر التحقيق قبل ما نصدر حكم نهائي، والأسوأ إذا كان واحد منهم هو اللي فاعل. هيدي الجريمة صارت بلبنان، وهيدا الطفل ما بتقل قيمته عن أي طفل لبناني نحن بنعرفه، إن كان ابننا أو خينا أو ابن عمنا أو ابن خالتنا أو ابن جيراننا أو طفل منحبه كتير بمحيطنا. الطفل اللي منحبه بمحيطنا مش أغلى من رجب، ولا بيستاهل الحياة أكتر من رجب، ولا ممكن ما يكون معرض يواجه مصير رجب. كل الأطفال معرضون إذا صمتنا، وإذا لم تنفذ العقوبات الصارمة والشديدة على الفاعل كي يكون عبرة لمن اعتبر ورادعا لمن يفكر أن يفعل مثله. حققوا، ورسالة للأجهزة القضائية، فعلوا عقوبة الإعدام لنقدر نخلص من هيدي الظاهرة السيئة. عبد الله بعلبك.